السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ أرض من السيد. النهاردة بقى معانا وصفة جديدة خالص خالص. بصوا بقى، تسموها افتكاسات، تسموها أي حاجة، مفيش مشكلة بالنسبة لي، أنا مسامحاكم. بس اللي أقدر أقوله لكم إن هي فوق الرائعة، حاجة بصوا خطيرة. وهي عملت الفراخ المشوية أو المحشية في البطيخ، في قشر البطيخ أو في كفر البطيخ. بصوا، انتوا تشوفوني بقى كل حاجة عملي كده ولكم الكلام بعد كده. جبت كده بطيخة، تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. جبت كده بطيخة قورتها. انا كنت عاملاها الفيديو اللي فات في صينية الفاكهة، بس كنت جايباها مخصوص عشان خاطر قورتها كده مخصوص، يعني عشان خاطر اشتغل بيها كده. كنت مبيتة النية ان انا عايزة اعمل فرخة، اجرب الفرخة المشوية جوه البطيخ. مسكت البطاخه كده قورتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بكل سهوله وبكل حذر طبعا على الكفر بتاعها او على القشر. وقورتها كده بالشكل ده وطلعت معايا سهله خالص. هي طبعا ما طلعتليش البطيخ زي ما انا عايزه، بس الى حد ما طلع برضو شكله حلو ومعقول وجميل، مفيش اي مشكله. طبعا البطيخه اللي كانت معايا دي بطيخه مسكره جدا. عرفت انها تديني النتيجه اللي انا عايزاها. بصوا شفتوا انا قورتها ازاي، مش جايه على الابيض قوي. جيت كده جبت بصلتين كبار حلوين كده، قطعتهم مكعبات. إيه، الى حد ما يعني قدرت اعملهم لان الكبه بتاعتي عطلانه بصراحه. مسكتهم كده قطعتهم تقطيع كويس، وحطيت عليهم فلفل اسود وملح وسبتهم يتنقعوا كده مع بعضهم شويه. جهزت بهاراتي وهي كانت عباره عن فلفل كمون، لا فلفل كزبره قصدي، معلش انا اسفه. بابريكا، بصل بودر، مرقه دجاج. نزلت بحبة جنزبيل، وحطيت كده معلقة بابريكا، وحطيت كمان معلقة ملح مبهر او ملح عادي خالص، ما فيش اي مشكلة. طبعا كده البهارات بتاعتي كده كفاية، واللي عايز يزود حاجة من عنده ده حاجة ترجع له طبعا. مسكت البهارات كده دعكتها في حبة بصل. خدت شوية جزء من البصل اللي انا مقطعاه، وبهرت الفرخة كده بره وجوه. خدت بهاراتها كده تمسك فيها على، شبعتها بالخلطة وسبتها كده تاكل في بهاراتها شوية. ورحت كده جبت طاسة على النار، وجيت حطيت فيها كده معلقة سكر زي ما انتم شايفين، معلقة كبيرة حلوة، وكرملتها وسبتها خالص لما تتكرمل براحتها. واول ما ادتني اللون الغامق اللي هو اللون اللي انا عايزاه اللي هو العسلي، نزلت كده بكم معلقه زيت الاول، او حبه زيت هيقضوا الرز بتاعي. وحطيت فيهم حته زبده كده صفرا زي ما انتم شايفين، لكن انا نزلت بقدر زيت ما جاش قدامي في الكاميرا. ونزلت عليهم كده بحوالي نص كيلو رز او اكتر من نص شويه. ما عبرتوش بصراحه، لكن انا اخدته كده بالويم كده حوالي نص كيلو او اقل او اكتر. يعني هو في الحدود دي، يعني لو زاد هيزيد 50 جرام، لو قل هيقل 50 جرام. ونزلت كده بمعلقه قرفه على الرز. قلبته كده اداني لون تحفه زي ما انتم شايفين. طبعا مش يعني اللون اهو بيتكلم قدامكم عن نفسه. وبعد ما كده ما خد اللون المكرمل، نزلت عليه كده ببصلايه. انا معيش لا كبد ولا قوانص ولا معايا لحمه مفرومه ولا اي حاجه. جيت ببقيه البهارات اللي انا كنت اسمى نصها بهارت بقى الفرخه. خدت النص التاني حطيته على الرز كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى نقل الرز في حته تانية خالص. يعني كان ممكن يتاكل كده لوحده كده من غير اي حاجه، والله العظيم حاجه كده بصوا بصراحه اللهم بارك تحفه. فسبتهم كده يتعصجوا مع بعض كده، ونزلت عليهم بالميه المغليه. نزلت بنص المقدار. انا طبعا الرز بياخد ميه، انا عارفه ان الرز بياخد ميه بالزياده. فنزلت بمقدار يديني حوالي 3/4 سوا. ولو كنت نزلت اقل من نص السوا كان هيستوي برضو. بس انا كنت بعمل الفكره دي اول مره واول مره بعملها، فما كنتش اقدر اجازف فيها اكتر من كده. جيت كده في بوله، حطيت مقدار من الكاتشب، معلقتين زيت زيتون، معلقتين حطيت شويه شيري صوص، حطيت معلقتين صلصه، حطيت كده عسل، كم عصرت ليمونه، حطيت شويه عسل نحل، حوالي معلقتين عسل نحل. وحطيت شويه فلفل اسود، وحطيت حبه ملح. عملت دولت هعمل بهم كفر للفرخه من بره، وركنتهم كده جنبي علشان خاطر ايه، انا الرز معايا اهو استوى. فردته على الصينيه لحد ما برد خالص. ما نزلتش بيه على السخن، لو نزلت بيه على السخن هيدي الفرخه زفاره. فالرز على السخن مع فراخ او حمام او اي حاجه يديها زفاره. استنيته لما برد خالص وعبيت على البارد.
مسكت كده الفرخه، عبيتها كده زي ما انتم شايفين، وبقيت اخد من الجلد من جوه اللي على الزور، من جوه على الزور، خلعت الزور، وقمت جايه حاطه اللي هي الرقبه يعني، وقمت جايه ماليه الرقبه من ورا كده، ما كانتش اتملت معايا كويس، مليتها وقفلتها بالايه، بالسواكات، السواكات الصغيره. ومسكت الفرخه كده دهنتها من تحت دهنه كويسه بالبهارات، عشان مش عارفه ادهنها من تحت لما احطها في البطيخه. وحطيت معاها كده 3 قرون شطه. انا طبعا يعني ايه، قلت احط 3 قرون شطه كده سبايسي مع الفرخه، ومنها يدوها كمان ريحه كمان. ومسكت كده بقيه البصل اللي كان باقي معايا من تبهيره الفرخه، حطيته كده في الجناب، برضو يديني برضو نكهه، برضو عشان قشره البطيخه برضو اكيد هي مسكره. ومسكت كده دهان الفرخه بتاعي اللي هو الكفر اللي هحطه لها من بره، اللي هو ده. وقمت حاطه الفرخه زي ما انتم شايفين، علشان انكه الجلد بتاعها واديها الطعم الحلو. ولما تبقى تطلع هبقى هعمل لها تاني. ومسكتها كده رشيت بالبخاخة الزيت من فوق. انا قلت بدل ما احط الزيت من فوق، لا انا هحطه كده بالبخاخة علشان خاطر ايه، يوصل للفرخة كلها. كان جنبي كده كام عود نعناع بالصدفة، حطيتهم بصراحة طلعوا حاجة تحفة. جيت كده جبت طاسة عندي تستحمل نار الفرن، حطيت فيها طبق كده عشان اقعد فيه البطيخة، عشان اقعدها مرتاحة. حطيت الطبق وقمت حاطة فيه البطيخة، قعدت مرتاحة خالص. وقمت حاطة لها كده حوالي نص شفشق مية مغلية. ولما نشف في الفرن رجعت له تاني، ودخلتها على فرن سخن على اعلى درجة حرارة. قعدت معايا يا جماعة حوالي 2:30 ل3 ساعات الا ربع. هي خدت وقت بس ادتني نتيجة خطيرة. طبعا جلدة البطيخة جامدة، فكانت لازم تاخد سوا. جيت كده بطاسة على النار، فلفلت حبة برغل، كان عندي كوباية برغل، وانا الرز مش هيكفي معايا اللي باقي من الفرخة. فجيت كده مسكت كوباية البرغل، حمرتها في مكان معلقة زيت كده لحد ما فرفر معايا، ولحد ما فلفل خالص. بتاخد وقت شوية بس بتفلفل، لما توصل للفلفلة اقوم حطيت عليها الرز، قلبتهم في بعض، وقمت مزوده لهم بقى مقدار المية اللي يكفيهم الاتنين. انا كنت حاطه البرغل من غير نقع، فحطيت له المية الكفاية، لكن لو منقوع مش هياخد كل المقدار ده. هنا كان عدى عليا بقى ايه، الحوالي 3 ساعات الا ربع اللي على الفرخة. بصراحة انا حطيتها 2:30، بس هي كانت محتاجة كمان ربع ساعة. جيت فتحتها كده بقى، والنتيجة طلعت، بصوا. انا بصراحة اتوهمت، بصراحة ما كنتش مصدقة. البطيخة مدية الفرخة طعم خطير. مسكت الفرخة بقى كده دهنتها بره من فوق، ودخلتها تحت الجريلا، خدت لون بالشكل ده، محشية مليانة، بصوا مفجراها من كتر الرز اللي حطيته فيها. طلعت لي بقى بالجمال ده، بالجمال ده. وانا كنت ومسكت الرز فضيته في الصينيه بتاعتي كده، وكنت محمره حبه سوداني على حبه زبيب في معلقه سمنه بلدي، وحطيتهم كده على الرز، وكانت اكله اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين، عملت وصفه خطيره. البطيخ طلع الفرخه معايا طعم خطير 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 خطير. لها نفس غريب، لها طعم جميل، مكمورة. اللي عايز ممكن اللي يخاف من الوصفة دي يا جماعة، احنا دلوقتي البطيخ رخيص ومتوفر، وممكن نعملها ونجربها، مش هنخسر حاجة، وعمرها ما هتخسر. واللي خايف منها ممكن يغلفها، اللي عايزة تستوي بسرعة ممكن يغلفها بورق الفويل، هتستوي. هتاخد وقت اقل من كده بكتير. انا عشان قلبي جامد ومتمكنه ان انا اجرب اي حاجه، جربت. وشوفوا بقى النتيجه قدامكم اهي على الطبيعه. انا لا سحر ولا شعوذه. شايفين السوا؟ انا عشان احنا الاكل ده لينا احنا، وفتحتها قدامكم من كل حته، فتحتها من كل حته عشان تشوفوا السوا. هي طبعا كانت سخنه ومولعه معايا، وما كنتش عارفه افتح فيها اكتر من كده. انا فتحت الصدر اللي هو مليانه الفرخه كبيره، اللي هو اقوى حاجه، عشان اوريه لكم بالشكل ده. والفرخه كانت كلها على بعضها والله زي العسل، عسل بمعنى العسل، حاجه كده خطيره. انا بصراحه يعني مصدومه من النتيجه يعني. انا كنت بقول لكم حتى وانا بحطها في الفرن، بقول لكم ادعوا لي. لما عبيتها وقفلتها بقول لكم ادعوا لي، بس ما كنتش متخيله النتيجه هتطلع كده.